خزيانا ميقرأ كل دوكتيتون شلام عموخن سواذا ديلانايا اديوم بهاوي عمخا صبر بارويا ماخورة وبخنانة ادئيلة من هاي كنيثة هاو رساقة دماسخ أمرخلة وماسخ شوخلة أرشخيثة مردوثة سوريثة بغدادة خبيوتا قودشتة نينوي خقرتا أثرت بثنارنت عراق أب إيلة خلب ريشا خيادة قوانايا الصبرة وكاثوة بعراق وأخ مشتعلانة دمخثوة دمردوثة سوريثة ماخورة وبخنانة زهير بهنام بردة إلى أرخن إديوم وآها سواذا ديلانايا كل إقارة قبل بشينا رابي زهير ميقرأ بشينا رابي بشينا بوخن بشينا فضائية سريانية أنا كمان لابي فضائية تويد دائما مترجمة أو كشف أو كيوة ضوء أو بهرة ناشد عراق كل العراقيين تخازي إنه إبداعات السريان إبداعات أنا ناشد أصل العراق دي أصل العراق أنا إبداعات دي هليك مطيني من خلال هذا البرنامج إن شاء الله برسي عديدا أنا دائما أثناء لقاءاتي أو أثناء رفقتي مع حيل ناشي وحتى مع بقية مكونات شعبنا العراقي دائما كمرن أخني زالا مناطق ذلك لان حتى دي دخلي لا بيناتنا أخني خم عرفة خلنا لا بزارنا مثلا زالا بدخلنا عيدة بابل بدخلنا بعمارة بدخلنا ببصرة ما ذخناش بصرة جيبا ناش عمارة ناش حلة ناش كود حتى بار تلاف حتى دي ما يوخخني لا آي تونيثة مسيح يعني أخني أخني حتى ديذي إنه شعب تاريخي حضارة مرود ثقافة فضروري هذا من دي قيم فضائية سريانية أنا داعمي من هذه فضائية قي لأنه فضائية حديثية لازم كل مكونات وكل أنا دعوة كل مكونات الاجتماعية والسياسية والثقافية أنه دعم هذه الفضائية حتى مدخل تناشر العراق كلها العالم كلها برسة أنه هذا شعب أصيل شعب ذو ثقافة ويتكي على ثقافة وثروة لغوية وثقافية كبيرة جدا مخبوءة في بطون التاريخ لازم تطبخ لها الثقافة فبسيمة الفضائية السريانية يعني اتفق هذا مع مثقفين جدا مع خاود بسيمة رابي ميقروثو خاود رابا بسيمة من دي قمايا ويلو خارخد خلقتا من دي دتريلاها مملا بسيمة قم مقروتلي ولاها سنتها قا ثريثا وقناثة عراقيدة سوريثا وهر هادخ رابي ميقرا بشرار أخني آهل مخابطان وآهل نيشان قد بلخخ يدوى يذاعة قد مغزخ مات اتلي عمن شرشاية من مذينا يوثا وتشعيثا الوقتا ونسخان إنجازات برابا خقله آهل نيشان مشارخ للسواذن وأنا تخرنجو خا من يانا من زوياخي احتفاليات ين عذعيذة أمرخ مهرجانات تهوي والوخ مشاركة مشوتب تقاوي خزنوا لي مقروانات خرزة يعني أمرخ لعرف الحفل ميقرأ قد قاريوا قم يقروثوخ هدية باقذ ماخورة زهير بردة ين خكمي أمريوا زهير بردي يعني يغلطيوا بأمرخ كونايا لقب بيتوتا دم يقروثوخ أوتيلة بردة داخل شتوا بديدانا يعني برسمتوا تبتسم ين أمرخ سقدتوا ضيجتوا جقرتوا ومنهرا خا أنا مندي بردة أو شمم يقرأ ميكليثيا رابي إشكالية بردة حيل أنا لن بس لم أنا لن بحزن لا بفرح قاي لأنه ما بتسمخ بطرافة قاي كنت ذكر أن أول قصيدة نشروها لي مجلة الطليعة الأدبية وبعدين وقتها بالسبعينات يوم مكافآت الكيوة يعني مكافآت تقريبا أنا شغل راتب نص راتبي مكافآت قصيدة لأن فزيد عندي مكافأة خير مير أنت عراقي كمان مير جابك على بردة بردة في سوريا كمان أنت شو ميراني سوري زين هذا نهر بردة ايه بردة ايه بردة ميراني سوري عندنا نهر بردة
خيك مقاري ولا بردة وخيك مقاري ولا بردي يعني جنوب قاري لا بردي لأن بالنسبة لنا قصب البردي. فالبردة أخني أيام العثمانيين ساوي كامريكا ود محكي وتركي وخلنا كذا ومحكي ومناطق الجنوب السورية لك دي وتركي فكامري والي جال بردة كامرو يوخ جال بردة يعني بالتركي تعال هنا أو هيو أخا يوخ يعني لا لكاتن فهذا رخش له بردة وهذا رخش له يوخ هذا بس خالد بردة في يوخ ويث بردة فهذه الإشكالية التسمية بس هون التسمية دي مهم أهم شيء انه ما مقدمه هذا النساء جديد وخ مؤشر تعلم يعني ابا نقم تخرنا من باب الطرافه دختي يعني رابي حيل نقرافه يعني كما انا هذا من دي خير لانه نقرافه يعني اشكاليه اذا اشكاليه اخرتها مثلا انا وهيثم يعني على ايه على مستوى يعني نشر ودع وكذا نقرافه كثفي اللي كم بلطي صورة هيثم نقلاذا كثفي الهيثم غلطي يعني ما اخطاء لينا يا اخطاء بقدر ما انه يعني ناشئ بسيطه لا يعني ليش فرق بين هذا وهذا ودرجات وكذا فخشوا لي مبدعين خشوا لي خا يعني نقلاذا حيل نقلاذا حتى في اشكاليه مثلا انا وشاكر سيفو انا من اخذه إما ذكر أخوة الاتحاد دبا أو أي مرفق مؤسسة ثقافية ببغداد أو أي دكتور قرنوا أنا كميوالي شاكر اللي الموجود قيل له منه كأروى شاكر كامل ثم مثلا بحلة شكر حياة شمس صالح جبار الكواس كأروى جبار خي شكر فأني الثنائيات موجودة وهذا سؤال يعني هذا السؤال ليه خمندي اقتناص مفعل أو مؤشر أو لشيء معين ولكن ما قد تحبيبي له فلهذا قخن وخير لانه يعني لك رخمي دي ولك بيدي لك متبعي شمي وخي وديدي شمي هذا فلا في اشكال يعني لا في اشكاليه رابي سباي رابي سهير مشارخ من كد اختمر بموت عنوثه مقدمه ميقروث خيوت خلبرشت خياده جوانايا صبري وكاثوا بعراق نائب رئيس الاتحاد العام للادباء والكتاب في العراق ومشتعلانه مسؤول مخطوط مردوثه السوريثه شو قال إلى من ترم نواثة من قسمين مناثقة ميثا والياثة مهام نشاطات دها مخثوة مرضوثة السريثة ما إيلون ومناثة ترى القسم الثاني دخ خازت يعني نشاط الأدب والثقافة السريانية في المشهد العراقي يعني جوانائي بشكل عام. أنا من تقريبا شاد خديسر اشتغل لي مواقع قياديه في اتحاد الدباء يعني دورتين ثلاثه، الدوره الاخيره هم فز القواع كسب القواع قرمني القواع. ف شاته خريطه يعني 3 سنوات الى دوره شاته خريطه رابي اشوري ومسؤول ملهم شلون يقارن قم يقضوسه ابو جوانيتا باب جوانيتا لا خير بخير اوني مسؤول مكتب الثقافة السريانية يعني المهم لسبب أو من دي زلل فرنسا فبريل شاغر بالاتحاد دابا أخلي منتخبيني وأخ لك بارد معيني مسؤول مكتب الثقافة السريانية فماني ماني يتوسل مكتب مركزي أنا مسندنا مع جيبي المهم ديلا خنشاط رهبة ويعني بداية كورونا تقريبا يعني اثناء كورونا ولن مهرجانات ثقافيه حتى ببغداد كم روايه رابي لا تسوي مهرجان رابي خطرك ولا مهرجانات بغداد برطلب بحيث هذا مكتب الثقافه السريانيه انا شكرا يعني عندك برخي من المكتب التنفيذي كله يعني متعاونين مع المكتب وبذل كل من دي من اجل انه يعني حتى مؤشر انه مثلا نقله ثيل وزير الثقافه حسن ناظم دكتور حسن ناظم ايضا مركز له انه مكتب الثقافه السريان لازم داروا اثنين ودبا سريان لازم داروا اثنين فدبا سريان انا نشتغل بحيث نشاطي دي متميز لكل ما اجتماع اعضاء مكتب تنفيذي شكري لي وبعدين شو لا ينبيني يعني شو لا ينبيني له انه ابداع وده يثن مشروع طبع الكتب يتبناه الاتحاد يعني الاتحاد دبا طابع فكمشدرا رسائل تخروات يعني عن طريق الدنات ودبا
تقريبا بعلن يعني اكثر من اديب كم طبعا يعني اكثر من ادباء عراقي سوري كم طبعا ودها ايضا مش داير خنم طبعا مستمر له ان شاء الله مع نهايه برنامج دايشاته كله بيش بايج بعد رابي نشاط اتحاد دبا سريان وما رابي له اخني دعم نشاط اتحاد دبا سريان لانه بايشار دينه موجود انه قدمنا مذكره انه بيشي ضمن يعني جدات اتحاد دبا بالعراق فعلا بيش لي فرع من فروع اتحاد دبا كاي فرع كبير من فروع المحافظات مخنينه ومقبصره كما عاملين هذا حتى مخصص ميزانيه طالع. واتحاد دبا وكتاب سيان اتحاد نشط طويل جدا وانشط من حيل الفروع يعني مثلا مثنى محافظه المثنى في اتحاد دبا ولكن ليه بيش نشط يعني نشاطه يوازي نشاط اتحاد دبا الموصل الحله العماره بصره نشاط كبير التوخني اثناء وجود هذا من اخذ ابراهيم الخياط امين عام سابق خيوم بعنكاو اثناء تهجير كما قلنا استاذ ابراهيم عندنا مهرجان كيتو وكم شرحنا عن مهرجان كما كي باخذ وذخ مهرجان كيتو على مستوى عراقي ميرس صوت التليفون بطل 5 دقائق ميرم شو كل لجنه وبار مهرجان كيتو بعد دخل عنكاو بس هذا الموعد بعد فعلا من عقد المهرجان اول مهرجان ثاني وثالث الثالث تبنته وزاره الثقافه يعني ده مهرجان كيتو فيش من ضمن مهرجان الثقافه دغدي لمهرجان جواهري دغدي لمهرجان مربد دغدي للتنبي دغدي لعماره قميت دغدي لمهرجانات عراقيه كلها ابو تمام وصل تبنته الوزاره ولكن ده دعم الوزاره كل يرد كلنا ان شاء الله عايشات ابو كيتو في دهوكي أو مقترحة أو ألقوش بهذا خكيتو بدعم كامل من اتحاد دبا في العراق أنا باجتماع الأخير كم دعميلي ميري ما كي بدو هذا راه بصباي رابي بلخانة طاولة وبخيلة ألا منتاثة يوم قيمة وهاويتون بصباي بنا خباطة ومردوثة وصبروثة رابا أنا نقايثة لاقو خيوثة كل خا عمة وكل خا أمتا بسينا رابي أو إيوا خا سواذا بوت أمرخ مردوثة سوريثة على الشاوي عراقاي قوانايث بداير خرابي الميقروثخ برصوبايث أخ صبرا ما خورا كاثوا بخنانا ناقد مشورية من شوراي الشوية يعني شوي تري شوي ثلاثة من دار دعور ادو يوم يبغقوا السرية من سري وتري من دار سري وخا يعني أنا خمشيش لنا ماسخ أمرخ إيمن ودخي بين عمره مائي وبرصة مناسبة رشلخ يعني إذا لخت اتلخ موهوتا موهبة جو مخروثة يعني أخت أمري لا عربايا البدايات رابي خمندي يعني دام فجر تمرنو أخني قميثة بربدي وأخوان أخ بيتوثة يعني إيه وأخني زور حتى أنا قريلي بابتدائية مدرسة بوتان أخ بربد فلسطين مدرسة كردية زين بس ما يلقى قارن وكتاب مجلات حيلة سياسيين بيثا مدخل السياسيين كذا وعي سياسي بداية خالق حب الكتابة وحب الكذا المهم أثوالا فبديلا الموهبة بديلي ميكي ماوس وسوبرمان وهاني بش قارناني وبعدين شغلته أنا قارن والي بعدين بديلي من داني بطولات ما بطولات يعني شو رأيي أيوة بالمطالعة زير سالم واني بطولات يعني روايات البطولة وبعدين بدينا انه الشعر وميرا بابي نقل من داخل موظف يو بنك اخر بربل نقل الموصل ما تفتح الموصل المهم اخني اصلا من بس مسقط راسي اربيلي انا اخني اصلا من بغداد وزلن تامه زدله يعني انا وهيثم مثلا غرفه زرتها كثير ولا هذه غرفه الليلية بين أربع خمسة وهل ساعة أربع قدام خخوة كم وعمره قدوة مشغلة قدام يعني تقريبا 13 باسرشن 13 باسرشن هاي ذا ايوان فبيث ما خشوا قارخ وقت فانوس لا حتى بيث نش بعد بابي بمي على مدخلي خشوا قارخ بس خيوه حتى خشوا بقراءة مدرسة يعني دراسة دراسية مكتبيا خشوا قارخ مكتبيا فبوقتها وقت الفانوس وقت اللوكس كاتب لوكس ودقت هذا وماشون كتاور وكذا فاك معنا اخوه يعني وبدينا يعني تقريبا مكتب الثانوي بغداد مخصصه قراءه خيوم كان درس الانشاء فعلا
مع الجبوري شاعر عراقي كبير عون مدرزوانا خير 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 مير بعدين تجيني للإدارة زين مير شنو هذه ما شنو مير أنت شاعر ما بدي أشوف هذه القصيدة كمية ون راسا كم كاتبوا لي كتابة نقدية رائعة مير استمر وخري وهذا مشروع شاعر كبير يقول ايضا مع هيثم نفس السلوك ومع شاكل نفس السلوك يعني ما خمر خرابي ما وهوتت اثوالوخ مصيلوخ من شرايا وقات عليما مسقلت له بالمطالعه بالقراءه انا قداع انت كل يعني شباب لكث ودك ثو مزق يعني ثو جوق نسيون تجارب ايه هو تقاوت قري انا مقيثر اكيد لازم تقارن ناشا وكل من دي قارن وبعدين صازع قارن وبعدين اون بارو ورخام شعره ونا بتخاز موهبه تاعي كذا موهبه اذا لم تسقط يعني لك والسقلخ لك هذا شرار رابي زهير قداني من دن قغلة مجالات الصبروثة يعني رابنا مخروثة لا تونيثة لا قصة مثلثة رواية بوخانة نقد قداني منه بش خازت له قانوخ أنا قوم شعر رابي وأنا كثوري نقد سينمائي طبعا نقد سينمائي كثوري نقد سينمائي على فيلم النهر يمكن منعطف عند غايب طعمه فرمان يمكن ثواني نقود حلو نقود تشكيلية أيضا زين وثواني نقود على مجامع شعرية ومستقاري دا على الشعر يعني نبش كثر مخرى شعر صويرا بيقودايا ما زلت روختها وألا يولو خلمانطا وخيري خيب خيرت ألا بلاطني تاجات دي خرابلة إصدارات يقروض خرابلة إني لأو بلاطا ين أو نتاج ين أو عمل أمرخ دبش كما غبت لك حيبت لك بش اتخ إقارة بقاوة اعتزاز وما إلى هاي أمرخ دشنا ين شوكانا ين هدية ين ميقارة تكريم ين سهدوثة شهادة دبش اتخ اعتزاز بقاوة وأنا يثن رابع اتخ جوائز وتكريمات وشهادات بش مؤثرة واتخ اعتزاز بقاوة وأيضا العمل الأكثر أنه اتخ اعتزاز بقاوة رابي كل عمل كاتولة كأنه طفل من أطفال دي دحيل كل كتابة أي أديب محترم جانا كاميرا أديبي وندير يعني مخصصة حياته تحت أدب دي ده فمعتبر خامة يعني فده كان فارق بين عمل وعمل بس في مرحلة يعني مرحلة مثلا رومانسية مرحلة كذا مرحلة بدق مختلفة عن ما عمقت يعني بتجارب شعرية أنا خمندي مثير بقاوي تهجير مثير بقاوي الحين فترة بنش خرط ترهيوث تهجير دخول داعش مناطق بيدان وتهجير وما دم عن يلم قاوي خمش غرابة عسقة ومريرة حيل حيل فيعني مغيرة اسلوبي بالكتابة نصي مغيرة يعني برديلي عمق اكثر برديلي معاناة اكثر فنص يعني نصوص بعد التغيير بعد التهجير حيل التيق وبعدين مش كله رؤية واضحة ده نقاط ده مراقبين ده مشهد الثقافي العراقي انه كم خازيلي وكم فرزيلي يعني مع الابداع العراقي يعني مع لا كم كبار المبدعين ولكن انت بصمه في المشهد الثقافي العراقي. ايوه مبدع رابي اخنا اي رابي انت بصمه في المشهد الثقافي العراقي فاني نتاجات يعني من ديله من جسد في مقا شرقي لكن كم متيح لنا رابي ايه هذا بديري ماذا كتاوه زين ديرك مغاير بفر جسد في مقهى شرقي هذا لوحة فان كوخيلة طبعا الرسام الهولندي بعد هذا حيل مغيرة فبعد هذا يمكن انت تقريبا 13 كتاب يعني خمن هرتا شرح كريا رابي مارد بفر دا نسيونا مريرة تجربة التهجير مغير يعني باتجاه ما بالضبط يعني باتجاه انه عمق اكثر باتجاه الامل وليس لا الامل لا حتى لا رابي انا لكت من الغرض يعني لتي غرض ولكن مؤشر عني يعني قصائد ايروتيك ميل ايروتيك اذا نزارك ثوله عن حب رومانسي في الفتره الرومانسيه اللي قاعد يشخوا على اخني بس هذا ايروتيك لا
محكي عن جسد بشكل مقدس، يعني أخي بالنسبة للمسيحية المسيح خير جسد الإنسان كجسد مقدس، فضمن هذا المنظور أنا خير جسد المرأة ومن محكم جسد المرأة، فهذا كمري إيراتيك جسد مقدس يعني يتناول جسد امرأة بشكل مقدس، يعني لا بقذف أو بعبارات رومانسية أو بعبارات أخرى، بعبارات مقدسة مقادس مرأة. بس الجائزة الأروع أنا فزت جوائز، بس الجائزة الأروع أخذت لي طه نقاط مني فاضل ثامر الناقد العراقي الكبير طبعا. ميرا سازير أنت اكتشفت يمك أنه عندك تدوير بقصيدة النثر حسب الشيخ جعفر شاعر العراقي الكبير، مثير التدوير في قصيدة التبعيدة. ميرا أنت اكتشفت يمك راح أكتب عنك كتاب انه انت عندك تدوير في قصيدة النثر حيلك ممريدي، فهذه جائزه اكبر الى من جوائز الممنوحه، لانه الجوائز العربيه دا تخضع لمؤثرات سياسيه ومؤثرات اخرى، هذه لا اعتد باي جائزه الا بقدر ما ايد ما حكيت اي جائزه لا بقدر ما اعود اشاده المتلقي جائزه لا حتى يعني وبريشاي تحديدا انها بخ صبرا ين خناقه غورا اكيد جائزه. يعني انا ويري نقله يعني في زمن معين تفجري طريق الشعب واري تامل المهم خاصة زي شاعر راحل يعني سعد يوسف ما مرأي شاعر بيش شاعر بس مير بعد يعني ام دخل نوار كامروالي بعد اني حوافظ صاري لي يعني كي انا حوافظ اي جوائز طالي ولا بيش لي انه هدف طالي انه مجوزن هذه بعد يعني لك بيش الماضي لا مجوز ندخر المستقبل. تمام. رابي ميقرا زهير بردة كد ملولخ محكويخ مهمزومخ بوت صبروث او مخرة يعني كانيثلات ملوء الى صيغه بلشانه قد خصبرا ين ماخوره كاثو بلشانه يمايا باللغه الام دقانه ين كاثو بخليشانه خينا يعني قطوسه قد خزيانا بشاوي بدايه مولى نيشه بقاره دي اخنا سرايا دهن عراق يعني لشانا يمايا مردوثا ولشانا يمايا الى لشانا سوريايا اتلن صبره كثبي بلشانا سوريايا ان مخرى الى انتونيثا الى مثلثه الى روايه لو شركه اتلن صبره ديا كثبي بلشانا خينين لشانا عربايا يعني لشانا قردايا لشانا جلسنايا ما الى برشونيا. ما هو الفرق بين هاو صبره كاثب لشانا يمايا وصبره كاثب خليشانا خنا؟ رابي كتاب غير لشانا يعني اما إذا أسباب طالح، أما أنه آية تحت ضغط معين وعيش بمنطقة معينة بحيث لقب لي لشانه إذا حيل مرسلة لشاني أو محكية لشاني بشكل سري أو بشكل غير مقبول خطوص خميثان رابي العراق أيام زونة سلطان الدعوة لا يعني ممنوع أيوة بس لا بس بدين مسيح سريان نقمد إذا نحن قرينا بعربي اخر قريله يمكن مثلا من كردي فلا لا اذا بعد التغيير بريله دراسه سريانيه اذا اخني يعني تحت ضغط او تحت ظروف محكم لي انه لا يلبخ سرياني لكن عربي كلام عربي موضوعيه هذه ايثن ظروف سياسيه شوقي خد كاثو ايثن ظروف مثلا حيل مهجرة مثلا الاتحاد السوفيتي نابوكو زل بريطانيا وزل وثولة كاتبة فرنسي كاتبة بروسي بعدين ثولة بانجليزي زين حيل كتاب بيكت ايضا فكتاب حيل حتى مثلا جبران خليل جبران زل المهجر وثولة بلغة المهجر فهذه كتاب اذا لغة الام فقد لي لغة الام زين لغة الام ضرورية ده لغة الأم يعني خطيئة غير لا تغتفر لكن بكت كمشارح لأنه دخول في الخطيئة أنه ترك لغة الأم دخول في الخطيئة فهون وين بخطيئة زين ف يعني إذا ظروفك محكمي بناشا بس إذا أنه يعني منفعة اللغات خلينا نقل التجربة غير لغته خمينك في بس اللغة تبقى لغة الأم هاي اللغة الأصلية يعني أنا خمنيش أهداف الدوا شو آلة دي رابي إنه وجدانيا دخي كرايش زي رابي رابي إنه كذا جريمة بخد يعني صح راشد ولكن إنه آية ليه بخ يعني إيه بخد نقل حيل مفردات من حياة الشعب ديدو من حياة لنا ده خلنا شعوب بابي لغة دق فامي بقواع
بس يعني ده مثلا ألف شافاك على كمامر إنه كاتبة تركية رواية تركية كبيرة. كما أنا حينما أكتب بلغة الأم أكتب بقلبي وعقلي، وحينما أكتب باللغة الإنجليزية أكتب بعقلي. أكيد. بعقلي. هذه الفرق هذه. إذا لغة الأم لغة ضرورية للناس كاتب قاعد لأنه نقلة بس تعدد اللغات أيضا كيول يسمعت لغة الأم خيثرانة خفائدة نعم. رابص بعربي شرارة العام أهسوا هذا نابلن مرخشلن الخام لو أخينا خبقار أخينا أختي بطل خمان يخت كريثة رابي عزيزة خزيانا يقرأ خبا صولة كريا ومدري مدارخ عموخم. مدري ديارك عموخن خزيانا ميقرأ وأها السوادة دي لنايات إلى عم صبرة ماخورة وبخنانة باروية وإذيعة زهير بردة رابي زهير صبرة ين كاثوة ماخورة سوريايا إلى أتكاثو بلشانة سوريايا ين أتكاثو بود عل صبروتها ين من ديان خينة سوريايا. رابي هذا يبي تريصل موافق يعني صار ما قمايا انه هذا الكاتب لشان ديما هذا الكاتب يعني كاتب سوريا زين اول الكاتب لشان ديما يعني داخلك مبنى ظروف مشوقية وكذا يعني نتيجة انه ونتيجة حيل مسببات انه الكاتب بس ميده يعني اخني من الكتفي الا كثرة بعربي ولا كثرة بسرياني كثير الذين فقدوا لغة الأم بس سرياني لا يعني أنا من سرياني لا الذين فقدوا اللغة السريانية لغة الأم السريانية لأن كلهم محسوبين على السريانية يعني ده سرقون بولس مثلا أو أبونا يوسف سعيد أو جان دمو أو يوسف يعقوب حداد. أنا كله تتمر لو سب اتلي بقارب بسيم رابي فأني كله يعني معتبري يعني من خيري لك السريان لأنه قي لغة السريان اللغة الأصلية ولكن ابدع لي لغة غير لغة الأم إذا وضبط لي خمندي معرف لي بالناشئ إنه أنا سريان أيضا من ضمن هذا شعبي له أنا أصلد هذا شعبي له وأصلد هذا تاريخي له إذا أثوالي لغة وأثوالي عمق تاريخي وأثوالي إبداع وأثوالي كذا فهذه يعني من تخري مثلا أي شمان وتخري ديانا وتخري شاكر وتخري هيثم تخرياني مبدعين ضدنا آخر وخارج زين من تخريله اذا بالي انه هذه اللغه السريانيه لغه الامديه اذا هر محسوبين على السريان ولكن السريان ايضا بالعراق محسوبين على العراق يعني لغه احد روابط ولكن اصل اللغه اصل ما يسمى لغات كلها جذر واحد إلى يعني هو ما أجمل إنه ممتلك مو لغة واحدة لغات كثيرة. ما تقدر للشان خينا أختي أول نقطة تخبائي تحديدا إلى خمن ملؤت باش دريشة بين دانا ودانا وأبانا برصو بايث رابي زهير قلت هاوي أرخى دي خاصة براين ماخورا بقرنا وشوالا رابي زهير الشاعر لا يحفظ أشعاره كأمر إيثن أدخى خمفو آتي من ديني من نايوت يعني قمت أزغ برف شو آل خينة كد إيود ماخورا مخوبن أبن خكمة لقاطة كريه شمخ خمندي من مخرا قالت له من لبو خير قكثابه. رابي أنا يعني لكث من قصيدة تقليدية قصيدة يعني أنا مثلا دا أنا مش لا ماضي لك دار الماضي أنا فتلة دا أنا خور دا هم خرجت أنا أنا هم فتلة لأن أنا قيم فيت بارن باي أنا قيل خيرا باي دي كثير برقودي حتى دارنا كثونا بشكل لا بيش ماضي بارنا إذن اللغة أو المفردة أو الكلمة كارنا وصيغلنا صياغات أخرى لا أتكي على ما مضى ولا أتكي على يعني لين تقليدي ولا نسق آخر آخر ما مضى انقضى لكنه لم يزول لم لازم تعال الماضي ولكن لا أقلد الماضي لا أجدد أبدع فيه يعني أنا كارم مفردة كل مستعملة أخنا شاعر مثلا هذه مفردة أنا خير نحو بشكل آخر مثلا قمر خير قمر بشكل تقليدي لا خير مثلا مركب أو جمجم لك محكي مني أو كرنفال جميل أو مأتم أو ما يشمح منظر متحف حضاري أو رمز تاريخي
اذا قيب خير النح بعد جمهور قيب يعني دا خازخ رسومات تقليديه اني رسومات لك لو شو من يعني ما بلطت البراي خيرت وما ما تخيرت بادينا. اذا لازم جدخ بلغه جدخ بروابه بكر عصر متسارع اللي مثلا ده خير قيب التجديد في القصيده من الجاهليه الى الان. يعني الجاهليه سوى مثلا قصائد معلقات زين حيل مجدد لي زين ابو نواس مجدد لي معاري ابو علاء مجدد لي ابو العتاهيه مثير قصائد يعني مغيره بنسق التقليدي العمودي انه هذه رتابه الملل الخبب مشي الخير. اذا بالعصر الحديث ايضا بريده قصيده تفعيله وقصيده عموديه وولاده بريده قصيده تفعيله وقصيده الشعر الحر الى ان خير قصيده النثر وحداثه وما بعد الحداثه وما بعد الحداثه. اذا اني كل مراحل تاريخيه في تطور الخطاب الادبي لي كيف نتكلم مع الاخر، كيف نتكلم مع انفسنا، كيف نترجم انفسنا، كيف اذا لغه مهمه جدا، لغه آين كيوالوخ يعني مفرده الليله بس خذ استعمال مفرده ملايين الاستعمال هذه مفردتها مستعملتها، ولكن دخل ذكاء انه ملتقط هذه صوره وهذا كذا يعني دخل لا او التقليدي لا او التقليدي في تناول الدخول لا او التقليدي في فلهذا انا يعني لا لك منظم قصيدك منظم مفردات داخل نص دار النص حديث جيبي نص ولك من تاون تقليدي يعني تاون مثير يعني هرقراشن هذه مفردة خكل مستعملة بهذا الشكل نطيله فكرة رابي شامخ مندي من إبداعات تم يقروثوخ يعني أبناوي كريا صبت لم بياشخك ما نغزخ يعني قد ما أجخلو هذه مجموعة شمع عيون إنانا طبعا رابي أنا يعني داتي تحت الطبع 3 مجاميع خدري شمع تحت ابت حواء كون مستخدم من رمز حواء حتى لا أخدش وأربك نسائي زين فحواء رمز شامل إذا كل نساء كل نساء اتلي أيضا لاهوت حواء وعن وزارة الثقافة بطالوت وأكسيوس حواء أكسيوس مفردة مستعمل إذا أثناء تنصيب مطران يعني يستحق يعني أكسيوس فبيري دار مفردات من مفردات إذا يعني دي شابير فقارن نخا قابلا خا مقتطف خلقاطه انظروا من ليل أوراك إلى متحف الماء يزورني لماسو يدخن الحلويات ويحك شهوته بتمثال زيوس يذوق نعش الضوء ويرتل موران تراحم العلين في أصابعه الكثة بلعاب أبيض قطعة ثلج في غليون أبسو وبيضة حمراء في عيني مردوخ وامرأة زنجية شديدة الرغبة في سرير التسترون تشن الحب بهوادة عكاس أبان الذي في ساعات الطين يخضر نبتك في الهواء اجلب عينا تسيل حليبا تبصر خرافة لعوب تجعلني أكثر تعاسة مني أغسل براءة بصري بهذيان آلهة ناولتني قربان الماء لأدخن بسيطا حفلة عرس للا أحد لم يولد بعد هبيني عددا هائلا من رفاهيتي
أيتها السيدة الرثة أعطيك شاري شابلن لتضحكي قليلا، واعطني تأشيرة مقبرة سأعطيك لحية دود نحيل يمشي هشا وحافيا يسخر من المؤخرات النحيفة، واعطني صفيرا مالحا وشتيمة حب ليس لديها فرع آخر. الله بورايا وسوكالا شبيرة. أنا لون ما خورا رابي عزيزة أخت أمري والمتذوق بكل دي وانتو يا أمرن مخروثة ليلة فقط القدرة في التعامل مع الكلمة بقدر ما إلى أمنة فن ورسم لوحات وصور فنية جميلة بالكلمات. بس ما كانوا خرابة بسيمة بسيمة رابي أنا وأنا صرياتها بسيمة إن شاء الله بعد خير تعالى تخرن خكمة شمانة رابي أسماء بين ما حكيت لي باسب يعني بكريوثة يعني بخكمر بابي ثواني يعني باختصار تعليق مقتضب. سورة زهير بردة الوجع المزمن ألم حاسرة نيشي ليلة إنه أستذكر خشة ألم أو كريوثة حزن إلى براتة ميقروث خمشونيلا من دها علمة وآي بعمرة وردة وشق من رخشة مشاعر ناشاية بشرية أكيد إثوى خام عبدانوثة أبقو أمرخ نفس الشعري والأدبي دينه. نعم رابي فالي قارن نخم يعني إن قارت إن مخوبة وطرابي أنا أخت ماري ليلة نيشة دي يعني ما تخرنخ بحكمة قدش مريرة يا أختي إلى إقارة أروخة رابي أكد يعني ولدة أنا أكدك الزادي ودبا ذراك كلي مستذكري ولدة هذه إنه يعني خكا ميري بإطلاقي وما يعني منافي تولي بيتك باخيل خم كرتو أخنا النيشي وغاية دي إلى إقارة رابي يعني حيل وأين متابعة وطالي ويعني وطبعا والي دائما وتصخاوة مع كل ديوان يعني مع هذا يعني ما ولد هذه رابي. إذن فقرت إلى أخ شو كان قروخة دي يا رابي زهير رابي بتقارن مقطع هذا زهرة. هل تأخرت قليلا لحضور ذكرى عيد ميلاد غيابك؟ مر عامان. الحكمة تؤمر لي أن روحك في كل مكان أذهب إليه، تجيء بالورد لي والتراتيل والضوء. سرى ألا يسمح للموتى بحضور حفلات العرس وطقوس الجنازات والقداديس؟ أجل يا سرى رأيتك هناك تجلسين أمام تمثال العذراء في كنيسة مار يعقوب، تحف به الملائكة وأنت تبتسمين. أجل كنت تلوحين بوشاح أبيض في عرس سدير. سيمرامي آلا من يخلى قنورد ملكوثة منخ كلي يا والمصيبرانوثة طالوخن وخلمان وخيريخة منخ كلي ميثي إن شاء الله رابي. سرقون بولس سرقون الشعر المشاكس رابي سرقون يعني بتفقري بقاع خمرة بالثمانينات أيام يعني أيام صدام فكواتيا وهر مشاكسي ورابي وديرة يعني كمية ذيلي وكذا يعني فجل الدورة فيلك باخر ما يبغى سرقون مهر ثواري خورة وشهيدي باني مات يعني مات القادسية الدورة كنيسة الدورة دورة في بغداد هيك فيلك باخر وبعدين يعني هرب مشاكس وبعدين حياة عبثية وحياة بوهيمية اللي قاعد يعيش هذا. فالشعر المشاكس الشعر الذي له بصمة كبيرة في الثقافة العربية، في الشعر العربي لا يذكر الشعر الحداثوي والشعر اليومي إلا يذكر على من يخلي ومبدع.
هيثم بهنام بوردة. هيثم أخونا دم يقبوطه. الومضة الثانية من ومضات بهنام بوردة. إلى أبهاو صبرا ما خورا بارويا. شاكر سيفو. على ما نخلو وجع آخر جديد. أرجو أن لا يكون أخيرا، يعني أن يكون أخيرا، بالعكس أن يكون أخيرا، أن يكون أخيرا. وعلى ما نخلو شاكر هرب منني لو أرجع عايش منن، وشاكر علامة كبيرة مضيئة في الشعر العراقي والثقافة العراقية، وله يعني له حضور كبير في المشهد الشعري العراقي، حضور دائمي. وكما نذكر الآن سرقوم طولس وجان دمو والأب يوسف سعيد والكثير من عمالقة السريان الذين أرخوا للثقافة السريانية، يذكر مستقبلا ودائما يذكر شاكر سيفو لأنه نجم من نجوم العراق في الثقافة العراقية. شرارة تخير خرابي الأب يوسف سعيد. الأب يوسف سعيد أيضا كان شاعرا مشاكسا، رغم أنه كان يجمع جميع أدباء كركوك في كنيسته، وحين أحس به النظام وهؤلاء المتمردين على كل شيء، على الكلمة وعلى الساكن وعلى الوضع المتردي، هرب من العراق. جان دمو صعلوك القصيدة العراقية. جان دمو أيضا كان صديقي، وكنت دائما جان دمو كان عبثيا، وكان جان دمو يعني لم يجمع شعره. حسين علي يونس جمع شعره في ديوان اسمه أسمال، والآن طبعه مرة ولم يطبعه على أساس يمكن مديرية الثقافة السريانية تبنى طبعه. لا، هنا في مديرية ثقافة أربيل. قريب، نعم. يونان هوزايا. يونان، على من نخلي يونان أيضا، يعني صباحات يونان جميلة، وشعر يونان. بعدين خورني ومخورة رائع وخوران، وهم شجع والد شاكر سيفو بالانتقال من القصيدة العربية، كانت قصيدة السريانية، وقاعد يكتب قصيدة باللغة السريانية إلى شنو من شمع. متونة قاعد مقارئ إلى يونان أول قصيدة خرير شاكر متونة قلم تحمل لبش كتوخ بدل قصيدة الشاكر، لكن دائما قصيدة. المهم فيونان مبدعي وإنسان متواضع وإنسان رائع بكل شيء، يعني إنسان تاركه كل من دي من تميوة الشعر وتكتونية خمدي هذا شعب دادي يعني مقابل. رابي أنا شمانة خلينا نقم تخرنه بتجرد بدون ألقاب سبب إله رمزه إله علامات. نعم. بالتأكيد مع حفظ المقامات. ورندا ودلي بالسرادية ودلي مركز دراسات يونان هذا مركز إن شاء الله باو فاتحة خيرته كله ودبا شعب ديدا حتى قاصع تطوته من داخل أو من داخل كامرين أو عن طريق أونلاين أو عن أي طريق تاو حتى بفرس نشاطات ويونان مستير إنه ملفان أو إنسان مثقف ورائع. هذا رابي زوير شمان قم تخرخلو قداس وهذا عندهم شونية لمنه طلب حلون رخمة جو نهرة أدملكوثة وانتنا صاخي شلاما ويقارن قال كله بغزاية رابد مشوختة سورييثة القصيدة السريانية مصايلة بلطة من النمط التقليدي أمرخلة الخذاثة الحداثة ومن إلى أن شمانة إن كبت تخرج أريد مشاروكة إلى بمنطقة القصيدة السريانية مشوختة سورييثة الخذاثة للحداثة. رابي قصيدة سريانية قصيدة تقليدية طبعا. تقليدية لو تقليدية تقليدية. إيه لا زالت تقليدية أيوة. يعني ياخني كزوانا جماعة داشرباني بال بداية التسعينات بداية الثمانينات دائما كزوانا رابي وانا لما نخدم جماعة اديب جوجا والياس الياس مت شلاما اني كلي عادل دنو كلي غير موجود وخشوم روب موجودي وامير وراها ايضا موجودي فاني جمعي والشاكر المهم شاكر بش حيل مستجيب لده كتابه باللغه السريانيه لامور
فبدي لك كاتب شاكر قاعد يكتب هذا النص قما يعني دغد ميريونا معجب بقى بدي لي شعراء خيري بعد نص انا قيب بيشي ده بعد تقليد وبعد رتابه وزن السرياني وزن كذا فشاكر تقول حديثه نص حديث يعني نثري تقول قصيده نثريه سرياني لك تقول قصيده موزونه فبدي له ثوره القصيده السريانيه نص السرياني على حافز من شاكر سيفو يعني خايره بقى المهم فشاكر بيشلق قدوة اني شعراء كثفي او بيشلق حافز طالع انه قيخني بيشخ بعد انه عالم طوير وقصير والادب طوير وحداثات ويري تغيير بريل بمفهوم اللغه بمفهوم القصيده بمفهوم الادب بنظريات بريلي اذا نحن هيك وقعنا نظريات قيدك ورغب من هذا فبدي كاتو يعني رابي يونان كسول رابي اديب كسول رابي روبن كسول كل يعني كسولي قصيده حديثه وان شاء الله دائما ابقى اختاري ودايما سرهد سما يمكن كاتو هايكو انا حدويا كاتو امينه زين برافو صباح رابي اخنا بيشلون خكمه دقيقه بصوره قليله قمت خثمخ ابن اي كنواثه اهولت الاحوال والظروف وعسقه امر غداره خاثه بالعصر الحديث يعني ان اشتي شوي ثماني هالأمة شلنا خرايب بلكي امر قدرنا اثروات مدن خا من يوم من غش اضطرابات ان سياسيه يعني شيناي امنيه قاوة دنا كل اسباب وظروف وضغوطات ومعاناه وشركه صبروثه ديا سوريايثا يعني ان كثوته او تونيثه او مثلثه روايه او مشخته مخرج شعر كله باعوه كله منواثه نطيثه للدو شويه ادمات اتلع عمن كالدايا سوريايا اثرايا من تشعيثه رخته من مذينايوثه خقرته مليثه من نسخانه مصيله صبره وكاثويه ومردنه ديا ماطي الخشويه الخمستواد هاوي خشيخه مناسب قد هو إرث يرتوثا أدتلاني رغم كل الظروف الصعبة. رابي يعني أنا خمندي يعني لازم بارسعي وأنا يعني لازم دودخ ورشات كتابية تاني شباب تاني مع الأسف لا القصيدة السريانية ولا الإبداع السرياني مثل بحيث بار كتابات وتخازق روايات يعني ما خند أنيشات أو تتي أو طلطة لغزري كثير رواية لغزري نتاج رواية صح كذا كتفي وكتفي باللغة العربية باللغة السريانية شو خلينا نكتبه هاي المدير العام للثقافة السريانية لا طبعا مدير سرياني إذا ليث نتاجات عزوف عن كتاب السريانية سواء أنا ميري بلكي إيثن سبابة رابي أسباب يعني عسقواثة صعوبات رابي ظروف أنا يعني لكن خازن إنه يعني الابتعاد عن اللغة السريانية له يعني صعوبة باللغة السريانية إنه داود رواية باللغة السريانية يعني إذا خمندي باللغة السريانية أن شاوق لأنه كاذب ويتقن اللغة السريانية قل كاتو رواية باللغة السريانية وكاتو لي باللغة العربية زين فلازم بار تشجيع وبعدين هيك ليش تشجيع رابط لنا مديرية الثقافة أنا دا أديو سواء اجتماع تعد دبار كتاب سريان مكتب ثقافة سريانة فلان دبار كليتي وكم شيء عنيك مبرنا يا بكتون ويخادت لأي كتابة زين قادم لي ده هل ده بس نزار الديراني كم قادم لي كتاب باللغة السريانية بقية كله باللغة العربية مقدمين كله عباد تعد دبار كتاب سريان مقادم لي لا رواية ولا أنا يعني مش معك مقادم لي عن نقوش لكن النقوش السريانية في حضارة معينة يعني فلا لخ يعني كمشيت عن كمرني وبالتراسل مني انا موجودين بالاتحاد حتى مخبرنا كمرنا يكتبون لا توخن دعوه بس مقدمون كل تسهيلات بس مشادري ماشي سيبي وقرص او مشادري على الماسنجر وانا مشادر النوخنيه طبعي ليه صورا الى كمات ايثن قطره بيش الشريه كمات ايثن عسقواثه بيش بريقه قد هذا بش زوده بارو رابع عسقواثه انه لازم تو تبني انتاج وتشجيع طالع وتوجيه معينه دائمه يعني انا حين ثلاثه متصل منظمات وكذا يمن ذكرنا يكتاب وشعر وكذا قخي
يعني كأنه يعني من مكملات الغذائية يعني، أو من يعني وجبة سريعة كده شامل إنه تاكل وجبة سريعة لا، كتابة وإبداع الليلة، إبداع خمندي إنساني يبقى على مدى التاريخ، وأني منظمات وأني بجوز وأني كله برخي وباي شهادة كتابة كمثل إنسان رابي يعني. هذا خير رابي. أنا يعني أدعو المنظمات، أدعو كل أبناء شعب ديدن أنه ينتبهون إلى الأدباء والمشجعين، لأنه أديب اللخ هذا تجيع يعني ما قدك بايش. طبعا أنا طبعا على حسابي طبعا جهاد طبعا يعني ما خد طبعا اتلم ايثي لا امكاني رابي انا يكل يثو دبالة امكاني يعني عايش يومي زين. فهذا هيك بالطبع هيك بزين ايضا ليه تحافظ فهذا من داف الكتابه لا تحافظ لكاثو قيل انه ما بتكاثو مراكم اوراق روس رابي مادن اذا اي الى خقريثه خدعوه يعني اخنا نقبغدت على شويه اثرى عراق تلاني خويا ذا قوانات صبروا كاثوه بعراق اتحاد العام اخني داعا اي خادت اي نتاج ومش حاضر له وانا يودم يقروض مش تعلانه ديا حتى انا بسرياني بالطبع خيري رابص بارابي اب تلاني خويا هذا صبرو كاثو سورياي انقو قلما ان الى على شويه عراق كلها تلاني بدبرانوثه قوانيثه مردوثه وامن سورياي على مستوى الاقليم تلاني مطكسياثه خينت كنوشم ذنايا اني تيلا بخطانه ويصيب باي ساندي فإذا إلى خقريثة كاثوي قصبر دي يعني ترهوي أمينة بكثوثة جربي هاوي أمينة ببارويوثة إبداع قد مقروي بلاطة نتاجات بشي طويعة رابي قمت خف مخلقها سوادة بسيمة المخوبة أمرت خامم لا خكلي مكريثة ين مقابل تختار أنه قارة خمندي من مخا كيفو كلمة خليفك ما مرنا بداية برنامج ومكررنا أنه هذه فضائية لازم أخني مدع مخلا بكل قوة جدا وأنا شكرنه لأنه آيد إنسان يعني فعلا من وسط الثقافي وتاريخ ومقود هذا من دي بس أخني يعني دعوة إنه مثلا إلى إنه لا بيشة تيست فضائي يعني بيشة برامج دي وهذه برامج بعدين يعني الناشئ المؤثرين في المشهد السياسي العراقي انه لازم اثري على الجهات السياسيه والجهات الحكوميه انه دعم هذه الفضائيه يعني فضائيه يعني قسم سرياني انا كاذب بالي في والي علي شلاه كن بقرنوا بخم داند مدى ما مرنا ميرا احنا في طور انه نسوي فضائيه سريانيه فضائيات خلينا بريلي وقت فضائيه سريانيه انا 4 سنوات تحبو لازم يعني الحكومه العراقيه لازم بين يعني حسن نيتها حسن تصرف مع المثقف السرياني لازم تتبنى انه مثلا مهرجان دي تتبنى فضائيه اتحاد الفضائيه لا بيشتيس ايوه كل امكانيات معينه كادر معينه يعني تن مثقفين وتن كادر بحيث مرخش بدغدي المرخشي وفضائيات هذا خينا رامي زوير اخني يعني انا برصو بايت عم خوراني خينه كادير دي قناه هاود خثيثه كل متاكد انه لا مخبر لك ما نقصر نجرب خكمات ماسخ رابي بسيمه وهرديد انا اخت مخشخلخ ميقروثخ سنيقه وخلبات لسنته وشميثه يعني دغدي وتناقتم برخوت لازم غير مبالغ حتى تبرسخ انه ديدي ناشئ وكذا وبعدين لازم بارع تحرك انه جهاز رسميا ودعم هذا الفضائيات بيش الخشته كلنا وانا دائما من ذيك زادت علاقات هم برخ كلنا الى قباله مدبرانوثه قنيثه واب مدبرانوثه بعوه امريله يذاع اثرايا قسم الاعلام الوطني مجربه وخونيشا الى دم طورنا خرابي قتا بشويه دها عما قيرة دها عما بسيمة خيرت ألا وبسنتيخو بسنت كله جيبانه طاقد رابي يرزمو بيت ختم مثل كنت أصغي إلى اللغة دون أن أكتب شيئا كان علي أن أمارس التعديق في نسهة الشتاء هذا اليوم وقد سرق مني متعة النظر إلى قميص امرأة أبيض ألتقي بها في محطة الباص وأتمتع بلدغات دبوسه وأصابعي تلتقط أشياء صغيرة الحجم من متجر في يده باقة كرزات
في فوضى لا توصف، كنت أصغي إلى صمت ظلام بارد، وأحتفي بكلمة أخيرة لي أرسلها عبر صفحات فمك الشبقي، ولغة تصغي إلى طقس جميل يفتح بتلقائية من نص الطحين الأبيض الذي يسيل من أسفل قدميك. وشكرا. خيط رابي بس بسيمة رابي بسيمة صرياثة مخراية شبيرة لتلن دانت تدخن وخملو خاثة بس أختشب أمرنا أخلوقاطة هاد خرابي ولا صبرن تعليق من يقروثو صبرن ما طاو ما شبر أو متشم منه قراية ذن شختب لشانا سوريان بسيمة رابي إن شاء الله. أو بسيمة بيلوخ عمان رابي عزيزة صبرا ما خورا وبخنانا ناقد زهير بهنام بردة إقارة لطالا بقاها خارب دوخن برنامج بعد برنامج بسيمة الحوار مفتوح مع كل الشخصيات إن شاء الله. كل ناشد دار لبنة في بناء هذا الصرح شامخ الصرح ثقافي شامخ لأبناء شعب ديدن. هذا ناشد بريخير إن شاء الله. آمين خير بريخ دوخن خلمانة طاوة وصخيوثة وخيريخة وزودة من بارويوثة إبداع بخير. بسيمة أبختون خزيانا مخبية هاويتون بسيمة هل تبقخ بسواذة ديلاناي أثيانة فوشون بشلامة.